آمين، باغا آمين يا ديري رب. نداء اختي؟ مع والله هينا موجودين نحكي إن شاء الله يطلع اللي فيه نصيب. تفضلي يلا جلسي وحطي أنا الكاميرا ديالك تمام هيني جلست هاف. خذي راحتك، خذي نفس وشربي شويه الماء. لا إذا بدي أشرب مي بدي أرجع أقوم. أذن عندكم ولا لسه؟ والله لسه كمان ساعة ونص، بس أنا معذورة يعني اليوم. خلاص خلاص وصلت. ما اسمك يا اختي العزيز؟ اسمي كوثر. كوثر. أيوة. واش عندك بلوتوث؟ الى حيدتي بلوتوث افضل لكن تمام يلا هلا أشيله. تمام هيني أشيله. بارك الله فيك. حتى أنا تعبت منه لأنه كوثر كم بالشغل بكون عمرك؟ مشغلة. أنا عمري 33 سنة، مواليد 91. كوثر 33 سنة. يعني أنت سبق لك الزواج؟ أيوة. عندك أنا أبناء؟ مطلقة. لا بدون أبناء. إذا ممكن تحطي التليفون تلعبي بيمينا ويسارا، فبالتالي أنا صائم. لربما ثواني رأسي قد أفقد عقلي. أحطه هيك وأقعد براحتي. خلاص هكذا أنت مرتاحة وأنا مرتاح. كوثر 33 سنة. أمل شكرا لك، الله يحفظك أختي أمل. كوثر 33 سنة. مقيمة وين؟ في مدريد. مقيمة بمدريد، فلسطينية الأصل. أيوة. مقيمة في مدريد، فلسطينية. من وين في فلسطين؟ من غزة. غزة، ما شاء الله ما شاء الله. غزة العزة، الله ينصرهم يا رب العالمين. آمين يا رب. كوثر، أنت الآن شو تعملي؟ تدرسين أو مهندسة. تشتغلي؟ لا أنا نعم؟ مهندسة مروحة هلا. مهندسة هلا مروحة من الشغل الآن أنت مروح من الخدمة. مهندسة معمارية؟ أخدم أي نعم. ما شاء الله. الله ما شاء الله. عندك الأوراق في إسبانيا؟ الحمد لله. مهندسة. هذا سؤال بريد يا أختي. مهندسة ما يكونش عندها أوراق؟ صحيح وفي الحكومة الإسبانية بشتغل مع الحكومة يعني. سبحان الله. وهذا باش تعرفي هذه من علامات الصائم. ما شاء الله. الحمد لله، لا شك أن الحمد لله أنت ضابطة لصلاتك الحمد لله. ولأوقات الصلاة. لا الحمد لله. أنا الصلاة الصيام الأركان الإسلام الخمسة هذول عندي لا تعدي، مستحيل ما أتعدى شاء يعني. الله. قدرنا ونحج إن شاء الله قريبا العام هذا إذا ربنا كتب. والله ما شاء الله، الله يتقبل. وطبعا أنا دائما بسأل الناس هل عندكم يعني تعملون عادات سيئة؟ يعني عندكم تعملون خمر أو تشربون أو كذا؟ أنا ما أقدر أسولك لأنه سماهم الله يسعدك. طيب الله في يسعد الوجه قلبك. ديالك وفي يعني سمتك الطيب، فأنا بخجل أسألك هذا السؤال، لهذا أقول أنه ما أسألك هذا السؤال. الحمد لله باين ظاهر. الله يسعدك يا رب. الزوج اللي تبعتيني عليه كم تريدين يكون في عمره؟ من صراحة ما مش أكبر مني، لازم يكون بعمري أو أكبر بشوي، يعني 33 ل 37 ماكسيموم. من 33 إلى 37. وطبعا ما هي مواصفات هذا الزوج أو شروطك للزوج؟ طبعا أول شي بيخاف الله، ويكون إن شاء الله سيرته مع أمه وعيلته منيحة، حسن الخلق مع أهله أول شي، لأنه إذا الإنسان حسن الخلق مع أهله بيكون حسن الخلق مع زوجته بالمستقبل. هذا أول شي. شغلة تانية يكون متعلم دارس قارئ، لأنه أنا يعني مستوى بحب إني أكون في نفس المستوى اللي الشخص يعني اللي يكون مرتبط فيه. يكون متعلم قارئ خدام. إيش وكمان يكون حسن الخلق والخلق مثل ما بيحكوا. برضو أنا عندي هذا الشرط برضو مهم. حسن الخلق والخلقة. أيوة. أيوة حسن الخلق والخلق. نعم صح خير. ولكن ما عندك مشكل يكون من أي بلد؟ ما عندكش مشكل؟
صراحة مقيم في أوروبا، ويا ريت حتى لو في مدريد بيكون أحسن، أو في أوروبا بشكل عام صراحة. يعني ما من برا لا، لسه ولا لا انا بيجي. اقصد يكون في اوروبا طبعا، لكن يكون من اي بلد ما عندك مشكل. لا لا، جنسية الإنسان أنا ما بتفرق، مسلم هذا هو المهم. جنسية مسلم نعم. خلاص خير ان شاء الله. المهم معنا الاخت كوثر 33 سنه مقيمه بمدريد، هي فلسطينيه من فلسطين الحبيبه، حفظها الله وكتب الله لها الامن والامان والاستقرار. وهي الان تبحث عن زوج يبلغ عمره من 33 سنه، ما بين 33 سنه الى 37 سنه، يكون في اوروبا طبعا، يكون مسلم. شكون اللي مهتم بها يكون في اوروبا طبعا ويكون مسلم. نعم. متعلم، ركز لي على متعلم، قارئ وخدام. يكون متعلم، يكون انسان واعي دارس فاهم عارف عنده، ما يكونش ليا شي مصيبه شي مكلخ. عباد الله اللي كيضرب. النقاش مهم. نعم. النقاش مهم، بيهمني ان انا لما اتناقش مع الانسان يكون مستوى فكره متفتح. يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كاميرا. تفضل خويا الشيخ. السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. شنو احوالكم؟ تمام. الحمد لله. انت قاري شويه دارس؟ انا نحكي 4 لغات. ما شاء الله ما شاء الله، مش على اللغات انت قاري دارس في حاجه. عندك بكالوريوس، عندك قارئ انت جامعه بكالوريوس. ضروريه عندك شنو مستواك الدراسي؟ تروازيام سيكوندير. مانيش معناه. ما وصلتش للباك، اما عامل دبلومات بعد التروازيام، عامل دبلومات. عندي دبلوم في الالكتريسيان، عندي دبلوم في التسودير، عندي دبلوم في الجردة، معناتها عندي في المواد نتاع العمل القرايه نتاعي انا. لا انا شرط يعني اساسي صراحه التعليم. لا باك ما عنديش، باك جامعه ولا باك ما عنديش، مانيش واصل للجامعه ولا الباك. لا هي ضروري بغات شي انسان يكون دارس بحالها، فهمت؟ لا مش مشكل اختي. اسمح لنا خويا ريتر. شيخ ما تنسانيش عاد انا. لا انا ما نسيكش ما تنسى، وعدتني راك. وعدتك وراني ساعدتك الان. اوكي. مرحبا يا اخي. بارك الله فيك. السلام عليكم. مرحبا. الاخت كوثر تريد انسان يكون في اوروبا، يكون مسلم مهما كانت جنسيته، لكن هي يعني تركز اكثر على الانسان اللي يكون دارس يعني يكون عنده بكالوريا الفوق، يكون انسان فاهم واعي عارف مثقف قاري مثقف، انسان مثقف، مش مساله اللغات ولا كذا ولا ده. الانسان يكون واعي، انسان يكون عنده مستوى دراسي عالي بحالها، لان هي الاخت درسها تبارك الله، هي فلسطينيه وعندها مستوى دراسي طيب، وهي مهندسه الان تشتغل مهندسه، فمن حقها انها بغات انسان يكون على مستواها. اذا كان انسان في اوروبا، طلع اخويا حسن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كاميرا اخويا. شفتها لا صدقي ما عرفتش. واش قاري شويه ولا والو؟ والحمد لله. ثاني القاري. انا قريت في بلجيكا. ثاني القاري. قاري دابا تقريبا شي عندي بحال الباك. الباك. انا ما عنديش العربيه مزيان، كنهضر الريفيه. انت يا مشكله باش انت ما تليق الريفي باش تفهم مع فلسطينيه كي غتفهم معاه. لا كنهضر في البنات، في قصص البنات. الريفيين في قصص البنات. هون سمعت واحده مغربيه بتقول الريفيين ما بيتزوجوا الا ريفيه، حتى لو تزوجوا ثاني يرجعوا للريفيه تبعتهم. لا هذا كلام، هذا كلام كذب. علاش الريفيين علاش؟ لا قالت زعما هي شنو قالت بانه الريفي تيبغي غير الريفيه، ما تيبغيش شي واحد اخر من غير الريفيه. لا هو خويا مجوج اخي. لكن هذا كلام، هذا يا اختي الكريمه هذا كلام مجرد كلام يسوق فقط، لكن لا بالعكس. انا اعرف اصدقاء ريفيين تزوجوا من مناطق اخرى ومن جنسيات اخرى ولا حد الان متزوجين، لا بالعكس.
شوف أنا المسألة تحتمل وتحتمل، ما هي قاعدة يعني أصلية يعني نعتمد عليها أو نجعلها أصل أو قاعدة، فهمت؟ صحيح أنا خويا صحيح. مزوج هولندية، خويا مزوج تركية، كاينش لا مشكل. بالعكس، لا ما فيش هذه المسألة نهائيا. أنا اللي أقول لك على الريفيين فيهم خصلة رائعة وجميلة، أنهم عندهم يمشوا على طول مثل القطار، نيشان ما يلفوا يمينا نيشان أو شمالا، يمشوا على طول دائما، ما فيهمش نقولوا احنا الزيكزاك، تمام. يعني يمشوا على طول أنا وناس محترمين، ناس يعني فيهم أخلاق عالية، وصراحة لا أزكي على الله أحد، لكن هم ناس معروفون عندنا في المغرب بالمعقول. الحمد لله تمام. هذا يحسن. خدام ولا مو خدام، تشتغل يعني ولا عندي شركة في؟ ديال الكهرباء، إصلاح أها. الكهرباء في مدينة أنتورب في بلجيكا. أها. هو في بلجيكا. ودابا حاليا راني في اسبانيا، زيد ندوز رمضان في اسبانيا في برشلونة. أها. ما شاء حلو الله. حلو. الحمد لله. تمام الحمد لله. ايش كنت بدي اسال، عندك يعني متزوج قبل، مش متزوج، عندك اولاد، ما لا عندك اولاد؟ لا لا الحمد لله ما عمري تزوجت. لا أو ما عندك مشكله تكون تتزوج بانسانه مطلقه؟ لانه بعرف مجتمعاتنا العربيه شويه، الا اذا كان مطلق اوكي ممكن يتقبل، كان ارمل ممكن يتقبل. لا لا هذا ماشي مشكل. المشكل هي الإنسانة تكون صادقة وتمشي على الخيار كما تبغي انت، تكون إنسانة محترمة، كتقدر راجلها، كتحترم راجلها، كتحترم الدين ديالها. هادشي اللي عندي انا الهدف ديالي. اما تكون من شي من اي دوله ولا شي حاجه ما عنديش مشكل. طيب وموضوع التنقل من بلد لبلد، هل في عندك يعني حاجز، لا انا مستحيل انتقل من بلجيكا مثلا، انا مستحيل انتقل للدوله، يعني لو صار في يلا ننتقل على البلد الفلاني او يلا نروح على البلد الفلاني، هل في المستقبل عندك قابليه ولا ما عندك قابليه لهالشيء؟ المشكله اللي كاينه، انت ممكن تعيشي معي في بلجيكا. طب لنفرض قلت لك ان انا ما بدي بلجيكا او ما بقدر مثلا اسيب شغلي واروح على بلجيكا، هل في احتماليه انه ممكن وهذا تنتقل لدوله ثانيه ولا نو؟ صعب، لان حسن العمل ديالك خصني نتواجد في العمل دائما في بلجيكا، لان الا مشيت حتى اترك العمل ديالي باش نكون مثلا في اسبانيا، مثلا الشركه غادي تهدم، الشركه تمشي، تمام تمام، يعني لازم لان تضلك على رأس كثير. العمل. تمام. نعم. يعني لازم تضلك على رأس العمل، ما فيك تروح وتيجي ومثلا تروح مرة مرتين، نو. لا ما في مشكل، لا ما في مشكل. في شباب فلسطينيين بيشتغلوا معي حتى في المكتب، شباب كثير، احمد وياسر، كثير شباب الله يعني انسانين طيبين. انا ما عندي مشكل يعني اغيب اسبوعين ثلاث، ولكن احسن الزوج الانسان يكون مستقر معه في بيته، عشان لما تروح على بيتك تلاقي زوجتك في بيتك. صح صح مظبوط. يعني هذا هو الكلام ديالي. انا صعب اتكلم شويه عربي، ولكن تعلمت شويه من الشباب. بصير سهل لو بدي اشتم ولا حاجة طالما ما بتفهمش عربي. بمزح ما في يعني. مشكل. بس لا ما في مشكل نهائي. ما بعرف تقول مشكل موضوع الانتقال من بلد لبلد. هذا المشكله راه صعيبه شويه. حتى انا زوجتي ما بغيها تشتغل، اوفر لها كل شيء اوفر لها. الحمد واش لله بغيتي عندي انا بيتي، يوفر لك عندي كلشي، عندي انت غتكوني عندي اميره في بيتي بيتك. عندي بيت ديالي هنايا في اسبانيا، داري، وعندي داري في بلجيكا، وعندي داري في المغرب، والحمد لله الله يزيدنا الرزق. انا وموضوع بغيت الشغل مراتي. ما عندك يعني زي ما بيحكوها اخذ وعطى في موضوع الشغل، نقطة يعني مثلا انسان ياخذ ويعطي معك على موضوع الشغل كذا، بلاتي ما اسمحي لي يا اختي، اسمحي لي يا اختي، اشنو بغيتي تقصدي بزلمي؟ زلمة زلمي، ما معنى زلمي؟ رجال، يعني رجال، احنا زلمة رجال. عندنا زلبي زلمة يعني بالامازيغيه كلمه رجال. صعبه. اه حيت زلمة يعني رجال. ما عرفتش قالت يعني يا رجل. زلمي رجل رجل، ولكن زلمي احنا بال احنا يعني احنا بالامازيغيه زلمة عندنا كلمه ومرأة، عيب في هذه. الزلمة وفي المرأة، هاي زلمة هاي مرأة. هو صافي هاي مع هذه زلمة هاي انا مرأة. المهم
صافي الان اتضح المعنى. الحمد لله صافي. ليش انتوا حسبتوني بشتم او حاجه؟ لا حيت حنا لا، ما- بالامازيغي صعبه هذه الكلمه. لا انا قصدنا زلمه، احنا عندنا بيحكوها معروف، هذا زلمه منيح، زلمه مو منيح، لا. يعني رجال منيح، رجال مو منيح. لا منيح استفدت. نسمعها منيح كنت نسمعها في هذاك المسلسل ديال منار وكمال منيح. زي العافيه. كنا نسمعوها في عين معي، يعملوا مسلسلات مدبلجه عندنا في المغرب، نتفرجوا في منال كمال ومنار، ويقول لك كيفك منيحه يعني تسمعوه، ولكن زلامي ما عمري سمعتها. لا فلسطينيه غزه كلهم بيحكوها الزلمه. ما شاء الله. اللي كيقولوها فعلا، كيقولوا هذه يعطيك الكلمه. العافيه، عندكم عافيه النار انتم. العافيه ديالكم ماشي ديالنا. العافيه تبعتنا احنا، الصحه يعني. احنا ملي نقولوا في واحد الشيخ، يدعي، هو فلسطيني صديقي، يقول لي يا شيخ الله يعطيك العافيه، الشرقيه بتاعنا مش المغربيه. انا هيك صحباتي لما بحكي لصاحبتي يعطيك العافيه، سلمي تحكي لي العافيه تبعتنا ولا تبعتكم قصدكم؟ بحكي لها تبعتنا. احنا لازم قويا دائما بنحكي يعطيك العافيه لما حد يعمل لك شيء، لازم يعني على لساننا دائما، يعني دائما كل ما انا وصاحبتي بنكون نحكي المغربيه بكون نحكي يعطيك العافيه، يعطيك العافيه، لما ترجع من الشغل يعطيك العافيه، بصير شو يعطيك العافيه، تبعتنا ولا تبعتكم؟ تبعتنا ولا تبعتكم؟ يا اختي خلي العافيه تبعتك عندنا، خلاص تحكيش العافيه. وصرت تقول باشتراك الله يعطيكم العافيه. انا بالي الرجل طيب وانت اطيب. خلينا على تواصل، لما بنحكي بنشوف كيف. تواصلوا وتعارفوا، وما شاء الله. لا يعني لا تدري يعني الامور كيف ستكون، والارزاق تبقى بيد الله، والانسان إن يعمل شاء الله. السبب. الحمد لله انتم الواحد بياخذ ظهر السبب. عليكم الطيبوبه، وظهر عليكم لا هو ولا انت، يظهر عليكم يعني سمت ابناء الناس وابناء يعني بيوتهم. الحمد لله. شكرا الحمد لله. كله من ذوقك، يحشم الله. كله من ذوقك. صراحه انت المغربي الوحيد اللي بتابعه في التيك توك. صح. ها؟ شرف ليا فلسطينية تتبعني، والله انا شرف ليا، وانا من هذا المنبر ادعو الله تعالى في هذا الشهر الكريم ان يطفئ الحرب في غزه، وان يكون مع اخواننا في غزه، وان يحقن الدماء، وان يرحم الشهداء، وان يشفي المرضى. نطلب الله تعالى ان يرفع هذا الابتلاء على اخواننا في غزه. دعواتكم في ليالي القدر هيهم بلشنا فيهم. أي نعم، أكيد ندعو لهم بظهر الغيب، وندعو لهم في سجودنا، وأسأل الله تعالى أن يكون معهم يا رب العالمين في هذه الأيام. امين يا رب. دعواتكم لأمي بالرحمة، لكم للجميع اللي قاعدين آمين. يشوفونا، ادعوا لأمي بالرحمة. صحيح. هذا واجب، الله هذا أقل واجب تجاه إخواننا في غزة، أقل واجب يعني، أبسط واجب يعني. احنا ما قدمنا لهم شيء صراحة، فهي حسرة علينا، ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نحن في بلد آخر وبعيد عنهم، ولكن لا نملك لهم إلا الدعاء. وأدعو إخواني أن لا يبخلوا على إخواني في غزة ولو بالدعاء، بالله. والله لا منكر كبير، والله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله. نسأل الله والله تعالى لا أن منكر. يهدئ الأوضاع يا رب العالمين. آمين. شكرا كثير والله يا فقير. تؤابوني البعض واه. يلا الله يسخر لا، لكم، لا، شرف لي. شكرا سي انا عملت طيب. لكم متابعه بجوج، باش ما كان ردوا عليا، كان خيرا نردوه، كان ما كتبش الامور قولوا لنا شنو كاين. خير ان شاء الله. ما نعزمك تعرفيش على الفرح، انت غير نعزمك نشكر على الله. الفرح. تعزمنا على إن شاء الفرح. ان شاء الله ليس الامور. ولكن شوف، هذه العزيمه نعملها في غزه ان شاء ان الله. شاء الله يا رب. ما عنديش يا رب. مشكل. انت بغيت نسولك يا كوثر، إذا نصيب يعني في غزة، يعني يا ربي في غزة إذا صار ان شاء الله نصيب. كذا يكون في إن غزه، شاء الله. يكون نصر، يكون حفل إن شاء النصر الله. وحفل زفافك. النصر قريب ان شاء الله. ان شاء الله. ينصرهم. وما النصر الا من عند الله، آمين. النصر قريب ان شاء الله. انت يا كوثر كم من وقت ما مشيتيش لغزه؟ 7 سنوات. امي توفت وهي في غزة وما قدرتش انزل اشوفها لانه ما كانش عندي اوراق. الله ينور. سبحان الله. توفيت في هذه الحرب هذه؟
لا والله توفت هي قبل سنتين مرض، يعني هي عندها 52 عام بس مرضت وتوفت، وللأسف ما كانش لسه عندي الورق، نعم. فما لحقت حتى أشوفها. 7 سنوات انحرمت من شفتها، بس الحمد لله على كل حال. دائما احنا بنحكي الحمد لله. الله تعالى يرحمها رحمة واسعة، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، آمين وأن آمين يجعلها قبرها مزار الملائكة. اللهم إن كانت محسنة في إحسانها، وإن كانت غير ذلك فتجاوز عنها يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. وأتقبل جميع الله، الشهداء. حفظكم الله ورعاكم. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. مع السلامة. شكرا. شكرا. السلام عليكم.